فجأة القطة وقفت على رجليها الاتنين اللي ورا، وجسمها بدأ يمتد بالطول وبالعرض لحد ما كبرت وبقت في حجم الكائن البشري، وفي ثواني الفرو وقع واتبدل بجلد ناعم. هنا محمد حس ان جسمه اشعر جدا، لانه هنا لقى قدامه واحدة جميلة جدا ما شافش في جمالها في حياته. وفي وسط الصدمة من المنظر اللي شايفه تمالك اعصابه وسألها: انت مين؟ كان في شاب مصري اسمه محمد كامل ابراهيم جمعة، وركز معايا في الاسم ده قوي. محمد كان عايش في القاهرة، وبدأت قصته الغريبة 1960. محمد كان بيحب يربي القطط، وكان عنده 3 قطط، وعلشان كان وحيد ومنعزل في اوضته فكان بيحب القعدة مع القطط بس. الفكرة بقى بان قصة التقائه بالقطط دي هي قصة غريبة فعلا. اول قطة لقاها في يوم وهو راجع بيته، واليوم ده كان في عز الشتاء والمطر مغرقة الدنيا. لاحظ قدام باب بيته قطة صغيرة مبلولة وغرقانة مية من المطر، بس هو مهتمش. ولما فتح باب بيته القطة جريت بسرعة جوه البيت، وهو دخل وراها وهو متعصب علشان يخرجها، وفضلت القطة تعمل أصوات تستعطفه بيها. وفعلا القطة صعبت عليه، وقرر انه هيهتم بيها ويربيها. ولما سألته امه عن سبب تربيته ليها قال لها ان هي صعبت عليه. فضلت معاه القطة فترة لحد ما محمد حبها، والقطة كمان حبت محمد وهي كمان حبته. بس فجأة اختفت وما لقاهاش، وعدت ايام ونسيها. وبعدها لقى قطة تانية بنفس الطريقة، فقرر ساعتها انه هيربيها برضه. بس القطة التانية دي كانت ماشية مع محمد زي ظله، وما كانتش بتفرقه لحظة واحدة في بيته او حتى في شغله او حتى في الشارع. في كل مكان بيتحرك فيه القطة ملازماه، لدرجة انها كانت بتفضل معاه حتى في الحمام. المرة دي القطة فضلت معاه تقريبا 4 سنين، وبعدها اختفت فجأة زيها زي القطة الأولانية. بس المرة دي محمد استغرب، هو ليه كل ما يربي قطة في بيته بتختفي من غير سبب، وكأن الأرض اتشقت وبلعتها؟ بس برضه مهتمش. وبعد فترة الموضوع عدى ومحمد نسيه، لحد ما لقى قطة تالتة بنفس الطريقة اللي لقى بيها الأولى والتانية. وهنا محمد سأل نفسه، هو اشمعنى أنا؟ وإيه هي الصدف اللي بتخليني أقابل القطط دي؟ بس المرة دي وصف القطة بأن جمالها كان نادر، ونظراتها كانت غريبة جدا، ولما شافها كان حاسس انه يعرفها من زمان، فبدأ يربيها. ومن هنا بدأت قصته مع العالم السفلي. واللي قال انه في يوم من الايام وهو بيلعب مع قطته زي ما هو متعود، فجأة القطة وقفت على رجليها الاتنين اللي ورا، وجسمها بدأ يمتد بالطول وبالعرض لحد ما كبرت وبقت في حجم الكائن البشري، وفي ثواني الفرو وقع واتبدل بجلد ناعم. هنا محمد حس ان جسمه اشعر جدا، لانه هنا لقى قدامه واحدة جميلة جدا ما شافش في جمالها في حياته. وفي وسط الصدمة من المنظر اللي شايفه تمالك اعصابه وسألها: انت مين؟ فردت بصوت هادي وقالت له: اسمع مني، هقول لك حاجة وحاول ما تقطعنيش ابدا. انا قررت وانت لازم تنفذ قراري من غير اي شروط، واخترتك انت بالذات من غير ما اسألك، ولازم تنفذ اللي انا قررته. انا اسمي زراكش، حبيتك حب ما يتوصفش، وقررت ان انا هتجوز منك، وهبدل اسمي بعد الجواز لمكاجش، وده اسم مفروض عليا، لان انا بعد الجواز لازم اخد لنفسي اسم متاخد من الحروف الاولى لاسمك، وانت اسمك محمد كامل ابراهيم جمعة، يعني ميم كاف الف جيم. ودلوقتي خليني اعرفك انا مين. انا جنية من العالم الاخر، بس انا مش شيطانة، انا رحمانية، وان انا بنت ملك من ملوك الجان في العالم السفلي، في عالم جوف الارض الداخلي. وعلشان نتجوز لازم يكون في بينا شروط ولازم تلتزم بيها. الشرط الاولاني الكتمان المطلق، وان محدش يعرف عني اي حاجة. الشرط التاني الوفاء والاخلاص ليا انا، يعني ما تبصش على حد تاني مهما كانت الاسباب. الشرط التالت ممنوع تنور البيت بالليل. الشرط الرابع اوعى تسهر بره البيت مهما كانت الظروف. الشرط الخامس ممنوع تاكل توم وبصل، مش هنفتح بقه كده. الشرط السادس لو انا حملت وولدت، المولودة الانثى بتكون من حقي والمولود الذكر بيكون من حقك، والشرط ده ما فيهوش نقاش. الشرط السابع لازم نبعد ولادنا عن اي حاجة فيها شر في العالم ده. ولو انت موافق على الشروط ال7 دول، انا بكرة هجيلك في نص الليل علشان نتمم الجوازة. وبعدها اختفت زي ما ظهرت من العدم. وهنا محمد فضل طول الليل مذهول من المنظر اللي شافه ومندهش من اللي حصل معاه. وهنا بدأ يسأل نفسه، هو اللي حصل ده بجد؟ واللي شفته ده حقيقة فعلا؟ هو انا فعلا قابلت جنية من شوية؟ وبين الأسئلة دي محمد تعب ورايح شوية على السرير وكأنه ما نامش من أسابيع. وتاني يوم محمد كان عايش ما بين الوعي واللاوعي، وهو عمال يسأل نفسه، هو فعلا بالليل
هتجيلي جنيه عشان اتجوزها ولا دي كلها تخاريف؟ وما قدرش يطلع من البيت طول اليوم لحد ما الساعة عدت نص الليل ووصلت الساعة 1. وساعتها محمد اتأكد انه غالبا كان بيهلوس، وان مفيش اي حاجة من اللي شافها امبارح كانت حقيقية. صحيح هو فرح، بس لو فعلا دي هلوسة فين القطة؟ وفي وسط كل التساؤلات دي سمع حد بيخبط على الباب. ساعتها حس ان جسمه كله اشعر، بس مسك نفسه وراح ناحية الباب واستجمع كل قوته. بس اول لما فتح الباب اتصدم ومعرفش يتكلم لما شاف 5 رجالة صلع، 2 على اليمين و2 على الشمال لابسين لبس زي الفراعنة، دقنهم سودة وطويلة، وراجل في النص لابس عباية من ذهب وتقريبا كده دقن لونها ابيض. تقريبا كده اللي لابس عباية من ذهب هو اللي هيكتب الكتاب، والاربعة اللي معاه هم الشهود، واكيد الجميلة زراكش واقفة وراهم. وفي وسط الصدمة اللي محمد واقف بيها لقى ال5 رجالة وزراكش دخلوا الشقة وقفلوا الباب وراه. وفي وسط ذهوله وارتباكه محمد واقف مش عارف يعمل ايه معاهم، بس هما دخلوا وقعدوا في نص الأوضة وبدأوا يتكلموا مع بعض بهدوء. من هنا محمد بدأ يهدى شوية وبدأ يمسك نفسه، لحد ما فعلا محمد اتكتب كتابه على بنت ملك ملوك الجن السفلي مكاجش. وعدت أيام من ساعة ما اتجوز مكاجش، دق فيهم ألوان من المتعة والرفاهية، وكأن كان معاه خاتم سليمان. فكانت دايما مكاجش بتقول له ايه نوع الست اللي انت بتحب شكلها وتقسيم جسمها عامل ازاي، بس بشرط انها تكون عايشة وتقوم متصورة قدامه بنفس شكلها بالظبط. ولما كان بيسألها عن حد قريب منه وهو مهتم بيه بس مش قادر يشوفه، كانت بتمسح مراية الأوضة فيشوفه قدامه في المراية وصورته بتتحرك كأنه بيتفرج على فيلم. ما تستغربوش، عالم الجن ده فيه قدرات كتيرة خارقة. عاش محمد مع مكاجش في رفاهية لحد ما عدى سنة على جوازهم، وهنا مكاجش عرفته ان هي حامل وان متبقي على انها تولد 3 شهور، وفي وقت الولادة لازم تكون في العالم السفلي وان هو لازم يحضر عملية الولادة. مكاجش طلبت من محمد انه ما ياكلش لمدة 24 ساعة، وده علشان يقدر يروح معاها لعالمها السفلي. ونفذ محمد فعلا اللي مكاجش طلبته منه، وجت اللحظة اللي مكاجش هتولد فيها، فطلبت منه انه يقف منتصب فارد جسمه ويغمض عينيه. ساعتها مكاجش حطت صباعها فوق دماغه وابتدت تقول كلام مش مفهوم. ولما محمد فتح عليه بعدها لقى نفسه وسط أوضة كبيرة فيها سجاد أزرق ووردي. وجع مكاجش ابتدى يزيد ويشتد، ومحمد ساعتها وقف في زاوية من الأوضة. وعدت لحظات ومكاجش خلفت بنت، وكان جنبها مبخرة، فقامت ولفت بالبنت حوالين المبخرة كذا لفة. بعد الولادة مكاجش راحت لأهلها وسلمتهم البنت حسب الاتفاق اللي كان بينها وبين محمد. وقال إن مملكة العالم السفلي عبارة عن مدن وشوارع وبيوت زي عندنا بالظبط، بس لاحظ إن شوارعهم واسعة جدا على الرغم من إن مفيش وسائل مواصلات، يعني مفيش عربيات زي اللي موجودة عند البشر، ومفيش طيور ولا حيوانات ولا حتى حشرات في عالم الجن السفلي. كمان أشجارهم غريبة، جذوع الشجر ملفوفة حوالين الشجرة زي الحلزون، وورق الشجر كان أكتر من لون مش زي عندنا أخضر بس. كمان وصف بيوت مملكة عالم الجن، قال إن شكلها شبه دائري وعبارة عن دور واحد بس ملوش سقف. ووصف شكل السكان إن هم ما يختلفوش كتير عن البشر، هم بس عينيهم ضيقة شوية وسواد عينيهم بياض مشع على شكل مستطيل ومايل للون الأحمر عند ناس تانية. والرجالة ما عندهمش أي شعر في دماغهم، والبنات عندهم شعر كثيف جدا، ورجليهم مفلطحة وإيديهم شكلها غريب، وموجود بين صوابعهم حاجة زي غشاء رقيق كده ومتماسك. ده غير إيديهم شكلها مرخي بشكل واضح. ولبس السكان كان غريب نوعا ما، الستات كانوا لابسين حاجة زي الساري الهندي، والرجالة لابسين حاجة زي اللبس الفرعوني. مكاجش خلفت طفلة تانية، بس المرة دي محمد ما قدرش يشاركها حفلة الولادة زي المرة الأولانية، وده بسبب إنه كان ضايق جدا من اللي حصل له في الرحلة الأولانية. وعدت سنين كتير لحد ما محمد ومكاجش عدوا 10 سنين متجوزين، وفي خلال ال10 سنين خلفوا فيها بنتين. وهو عايش في الفترة دي في تنقل دائم ما بين عالم الجن السفلي وعالمنا، لحد ما في يوم حصل اللي محمد ما قدرش يصدقه، لما بنت الأولى قالت له على سر خطير، وهو احتفال الجن ناوي يعمله في مثلث برمودا، هيستعرضوا فيه جماجم البشر اللي خطفوهم في المثلث ده. وده كان سر خطير محمد عرفه من بنته، خلى ان النهايه بينه وبين مكاجش تنتهي بالطلاق. ساعتها اجتمع رجال مملكه عالم الجن السفلي، وده بعد ما عرفوا من الطفله انها قالت له سر مهم، وعملوا مجلس تشاور بينهم. وبعد مداولات ومناقشات وصلت لساعات كتيره، قرروا ان الجنيه مكاجش هترجع محمد جوزها لعالم البشر. وقتها بلمسه خفيفه من صباع مكاجش محمد شاف نفسه نايم في سرير اوضته،
اللي بقت مهجورة بعد غياب 10 سنين في العالم السفلي، واللي كان عمر محمد وقتها 40 سنة، علشان أمه تتفاجئ بيه إنه رجع بعد ما حست إنها فقدت ابنها ومش هيرجع تاني. القصة دي ذكرها أستاذ رياض مصطفى العبد الله في كتابه المسكونون بالشيطان تحت عنوان إنسي تزوج جنية وأنجب منها. والقصة الغريبة دي برضه اتقالت بطريقة مختلفة، وده في كتاب سكان تحت الأرض للشيخ محمد العارف، وده بقى تحت عنوان إنسان تزوج من جنية وأنجب منها تحت الأرض. ده غير برضه إن القصة الغريبة دي انتشرت في الصحف المصرية وقتها. تفتكروا بقى القصة دي حقيقية ولا أي كلام؟ ردوا علينا بقى في الكومنتات عن القصة دي، ومتنساش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستجرام وتيك توك. سلام.